السلام عليكم. أبنائي تلاميذ الصف الثاني لمدرسة أبطال العروبة الابتدائية للبنين، أهلا ومرحبا بكم بدرس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف الثاني. الدرس الخامس عشر، الصفحات 54 و55 و56 و57، موضوعها من السيرة النبوية العطرة. هذا الدرس يتكلم عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومراحل حياته. فنجي بالبداية، ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفيل. توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته. من بعد ذلك توفيت والدته آمنة بنت وهب وهو عمره 6 سنوات. بعد وفاة والدته كفله جده عبد المطلب بن هاشم، وعندما توفي جده عبد المطلب ابن هاشم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. عندها كفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب حتى كبر الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه رعى الأغنام، وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة خرج بالتجارة مع عمه أبو طالب إلى الشام، وقد استمر بمزاولة التجارة مع عمه أبو طالب، وكان أمينا ويسمى الصادق الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم جماعته يسمونه الصادق الأمين لصدقه ونزاهته. عندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عمر 25 سنة خرج بتجارة إلى الشام لامرأة من قريش تسمى خديجة بنت خويلد، التي تزوجها فيما بعد. وكان في هذه الفترة يتاجر بأموال خديجة زوجته. وفي نفس الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الذي هو في جبل قريب من مكة. كانت الناس في وقته يعبدون الأصنام من دون الله، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ذلك أو يستسيغه أو يرضى عنه، لذلك كان يتعبد لوحده في غار حراء ويعبد الله سبحانه وتعالى. عندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عمر 40 سنة وكان يتعبد في غار حراء، نزل عليه الوحي. الوحي هو ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى نزل عليه، وهو الملك جبريل عليه السلام، وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. يعني شنو ما أنا بقارئ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، يعني ما يعرف يقرأ ولا يكتب. أنت ما تعرف تقرأ ولا تكتب، وأني أجي أقول لك اقرأ هذا الشيء، اقرأ هذا الكتاب، راح تقول لي أنا مو قارئ، أنا ما أعرف أقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت ولا زال
وطيلة حياته هو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فالوحي عندما قال له اقرأ قال أنا ما أنا بقارئ، وكرر عليه 3 مرات وقال أنا مو قارئ، ما أعرف أقرأ. يعني قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وكانت هذه أول آية نزلت من القرآن الكريم، أول آية نزلت اللي هي سورة العلق، وعددها 5 آيات، وتبدأ بكلمة اقرأ. لهذا السبب أهم شيء إحنا عندنا التعلم، لأن الإسلام حثنا على القراءة والكتابة. لازم نتعلم، لأن أول كلمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ الدين الإسلامي هي كلمة اقرأ. ولهذا السبب إحنا مهتمين بكم أنتم يا المسلمين، أنه نعلمكم أن تقرون وتكتبون. يعني لازم تقرون وتكتبون، لأن هذه أول صفة الله وصى بها. هذا درسنا لهذا اليوم. أحد عنده سؤال؟ أريدكم الدرس القادم من تجون هاي الفقرات اللي هسه حكيت لكم إياها كلها حافظيها، يعني وفاهميها، تعرفون سيرة حياة الرسول باختصار. هي هذه لازم انه تفهموها. تمام؟